5 أسرار لتحسين العلاقات الإنسانية. أول حاجة احترام الآخر. دايما وانت بتتكلم مع أي شخص احترم آراءه حتى لو كانت من وجهة نظرك مش مظبوطة أو قال معلومة خاطئة. فيعني بلاش تواجهه كده على طول إن إيه ده اللي أنت بتقوله ده غلط. لا يعني ممكن تصححها له بطريقة غير مباشرة، أو لو مش مهمة قوي ممكن تتغافل عن الموضوع ده. تاني سر لتحسين العلاقات اديهم اهتمام. يعني وانا بتكلم مع انسان او مع شخص اخر لازم ابقى محسساه ان هو مهم وان الكلام بتاعه مهم، مهما كان كلام بسيط. حتى لو كنا بنهزر مع بعض فبلاش ابقى ماسك الموبايل بتاعي وعمالة ابص فيه، او بلاش وهو في وسط الكلام اقوم قايل نقطة في موضوع تاني خالص غير اللي بيتكلم فيه. يعني ببساطة احسسه قد ايه إن أنا باستمع لكلامه ومهتم بيه. 3، انسب الفضل لأهله. مش عيب أبدا إنك تقول لشخص ما إنه هو ليه الفضل إنك فكرت التفكير ده، أو إنك عرفت المعلومة دي، أو إنك اتخذت القرار ده، أو إنه هو خلى يومك سعيد، أو إنه هو مجرد إنه سمعك أنت ارتحت واتبسطت. مش عيب أبدا إن أنت تقول لأي شخص إن هو فادك في شيء معين، أو إن أنت حتى لما شفت طريقة لبسه بقيت بتحبها وتأثرت بمثلا اختياراته. فيعني ده شيء مهم وبيحسن العلاقة جدا بيننا وبين الآخر. رابع نقطة مهمة قوي لتحسين العلاقات هي مبدأ وين وين، أو أنا أفوز وأنت تفوز. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن دايما يبقى المبدأ كده في العلاقات مع الناس إن إحنا الاتنين نكسب، إن مش بس أخد مصلحتي أو أفكر بس في الفايدة اللي بتعود عليا، لا كمان أفكر في الفايدة اللي بتعود على الآخر، وإن هو كمان يستفيد زي ما أنا حابب أستفيد. خامس سر وهو مهم قوي، اعترف بأخطائك. مش عيب ابدا ان انت تعتذر، مش عيب انك تقول انا غلطت في النقطة دي، مش عيب انك تقول ان وجهة نظري كانت مش مظبوطة او رد فعلي ما كانش احسن حاجة. مش عيب خالص ان انت تقول للي قدامك انت اللي كنت صح او انت اللي كلامك طلع مظبوط. فده بيخلي العلاقة احسن واريح واسهل. بلاش تاخد نظام الدفاعي دايما، او ان انت تدافع او تبقى عندك كده يعني لا 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 ما حصلش لا وتبدأ تدي مبررات. اعترف بخطأك، عادي جدا، احنا بشر وعادي قوي ان احنا نخطأ في بعض الاحيان وده لا يقلل منا. اكتبولي في الكومنتات ايه النقط اللي انتوا شايفينها تحسن العلاقات، وايه النقط من اللي انا قلتها اللي انتوا دايما بتستخدموها او هتستخدموها في علاقاتكم ان شاء الله. سلام عليكم.